الأكلة دي مهدور حقها جدًا، رغم إنها حلوة جدًا ولذيذة والأطفال والكبار بيحبوها وشكلها حلو جدًا في العزومات، ولو عملتيها في يوم وجنبها طبق سلطة وبطاطس تبقى خلاص قضيتِ اليوم. أول حاجة معانا نُص كيلو من كبد الفراخ، الكبدة بس، لو بتحبي الكبد والقوانص حطيها، هنحط عليها بصلاية مبشورة وهننزل عليها فلفل أسود وقرفة وحبة زعتر لو عندِك ناشف أو أخضر، وهنقلبهم مع بعض كويس، وبعدين ننزل في طاسة أو حلة يكون فيها حتة زبدة وحبة زيت، نحمّرهم كويس جدًا كده مع بعض لحد ما الكبدة اللون الوردي اللي فيها كلّه يختفي، بعد كده ننزل عليها بفلفل ألوان، حابة تحطّي فلفل spicy بتبقى حلوة جدًا، هتنزلي بعد كده عليها بمعلقة صلصة ومعلقة ومكعب مرق لو أنتِ بتحبيه أو بتستخدميه في الأكل، لو مش بتستخدميه خلاص تقدري بعد كده تضبّطي ملحِك، وبعد كده تحطّي كمان طماطماية مبشورة، مش حابة براحتِك خالص سيبي بس معلقة الصلصة عشان تدّي تُقل للمرقة اللي هنحطها. هنحط كمان هنا كوبايتين مية وهننزل بربع كوباية لسان عصفور هنحمرها، ربع كوباية مش حبة صغيرين هينفشوا في الشوربة دلوقتي وهيبقوا كتير. هنحط كمان شوية كزبرة كده خضرا بيدوا ريحة وطعم حلوين جدا. طاجن يكون سخن هننزل عليه بالخليط دوت كده بعد ما يبقبق وتكون خلاص المكرونة دخلت في سوا، فرن حامي فوق وتحت ونطلعها بعد حوالي تلت ساعة. اللي بيحبه ناشف شوية يسيبها كمان يعني يسيبها كمان لحد ما توصل نص ساعة. هنا كان معانا الطاجن خلص، طاجن لسان العصفور، طبق حلو جدا في العزومات كطبق جانبي أو طبق يمشينا غدا يوم سريع. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملولي فولو لايك للصفحة.